في منطقة شينجانغ ذاتية الحكم لقومية الإيغور تركستان الشرقية المحتلة من قبل الصين، مقاطعة مويو منطقة هوتان. كشف ضابط شرطة أن ما يسمى مراكز التدريب والتعليم الثقافي يتراوح حجم الغرفة الواحدة بها بين 50 إلى 70 مترا مربعا، ويتم وضع 70 شخصا في كل غرفة، أي تكون مزدحمة جدا. ويتم تقديم السجناء للفحص الطبي مرة واحدة كل 2 إلى 3 أسابيع، ويتم سجنهم في ظروف معيشية سيئة للغاية، ويتم إجبارهم على الاحتفال بالأعياد الصينية وأكل اللحوم الحرام، ويجبرون على المرور بمهرجان قوارب التنين الصيني لفصيلة الهان. في شمال شرق نيجيريا تعرضت ولاية بورنو لتفجيرات انتحارية وقنابل يدوية في مساء 16 من يونيو، مما أسفر عن مقتل 34 شخصا على الأقل وإصابة 18 شخصا آخرين. قال نتنياهو في اجتماعه الوزاري الأسبوعي: يجب على إيران سحب قواتها من جميع أنحاء سوريا، وإلا ستواصل إسرائيل محاربة الوجود العسكري الإيراني في سوريا، وهذا لا يقتصر على منطقة الحدود بين إسرائيل وسوريا، وإنما في جميع أنحاء سوريا. وقال نتنياهو أيضا إنه في الأيام الأخيرة اتصل هاتفيا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الأمريكي بومبيو لبحث الوضع الإقليمي وخاصة في القضية السورية. ذكر الشخص المسؤول عن وكالة مكافحة الكوارث في غواتيمالا أنه منذ اندلاع بركان فويغو منذ نهاية الأسبوع الماضي قتل ما لا يقل عن 110 أشخاص، وفقد 192 شخصا، وأصيب أكثر من 100 آخرين. عقد الرئيس الأمريكي ترامب مؤتمرا صحفيا في سنغافورة، وقال إن المناورات العسكرية بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية كانت استفزازا ضد كوريا الشمالية، وأنها غير مناسبة، وإن الولايات المتحدة سوف تلغي التدريبات العسكرية مع جمهورية كوريا الجنوبية. وبحسب أخبار وسائل الإعلام الأجنبية هذا البيان بداية مؤقتة، وإن النتائج لا تجذب فقط انتقادات السياسيين الأمريكيين، ولكن أيضا ما يحصل يؤدي إلى ارتباك في الكونغرس الأمريكي، وإن على كوريا الجنوبية معرفة ما يجب عليها القيام به خلال هذه الفترة.